تفتكر إيه اللي يخلي منصة على الإنترنت تتغلب على التلفزيون؟ إزاي ملايين الناس يسيبوا القنوات والبرامج الضخمة ويتابعوا أشخاص عاديين بالكاميرا بتاعتهم من البيت؟ القصة دي مش صدفة، دي قصة يوتيوب. في 2005 اتأسس يوتيوب كمنصة بسيطة جدا، مكان أي حد يرفع فيديو ويتفرج عليه العالم كله. الفكرة بدأت عادية، لكن كان فيها سر. المنصة دي بتديك صوت ومساحة. مش لازم تكون مشهور ولا معاك ميزانية إنتاج بملايين، يكفي يكون عندك قصة، فكرة أو حتى فيديو مضحك. مع مرور السنين حصلت ثورة. الناس بدأت تسيب التلفزيون وتتفرج على فيديوهات اليوتيوبرز. ليه؟ لأنهم شافوا نفسهم فيهم، مش مشاهير بعيد عنهم، لكن شباب عاديين عندهم شغف وجرأة يشاركوا حياتهم. النتيجة، يوتيوب بقى أكبر منصة فيديو في العالم. لكن النجاح الكبير جاب معاه مشكلة ضخمة: تضخم في المحتوى. ناس بدأت تقلد وتسرق أفكار. في ناس بتخلق شائعات أو ترندات خطيرة بس علشان تجيب مشاهدات. الجمهور بدأ يحس إن المنصة مليانة دوشة، والثقة ابتدت تتهز. وهنا يجي ذكاء يوتيوب. ما سابوش الدنيا تفلت، اشتغلوا على 3 محاور: قوانين صارمة للنشر علشان يحافظوا على جودة المحتوى، تطوير خوارزميات الترشيح بحيث المحتوى القيم يبان وللمؤذي يتراجع، نظام أرباح عادل يشجع المبدعين الحقيقيين ويخليهم يكملوا. اللي عمله يوتيوب أكبر من منصة فيديو، هو خلق بيئة قوية أساسها إن الجمهور مش مجرد متلقي، الجمهور بقى المنتج الحقيقي للمحتوى. قوة البراند مش بس في المنتج أو الخدمة اللي بيقدمها، لكن في المجتمع اللي بيبنيه حوالين نفسه. الجمهور إما يرفعك للسما أو يوقعك لو ما حافظتش على الثقة والجودة. أنت شايف إيه؟ هل براندك أو شغلك بيسمح للجمهور يكون جزء من القصة، ولا لسه شايفهم مجرد متلقين؟ لو حابب تعرف قصص أكتر عن براندات غيرت العالم، تابع سلسلة المشكلة والحل في البراند على قناتنا براند RX.